دايما نقول للست استحملي عشان ولادك وبيتك، عدي وفوتي، وكل الرجالة كده. أهم حاجة مصلحة ولادك وإنهم يتربوا بين أب وأم عشان نفسيتهم. بس ساعات الولاد أما يتربوا في بيت مفيش فيه تفاهم ولا احترام بتكون نفسيتهم بايظة وبيطلعوا معقدين، فبيكون أحسن الانفصال بس باحترام عشان الأولاد. تعالوا نسمع قصة النهاردة، بس للأسف القصة نهايتها مش سعيدة. يلا نبتدي ونقول بسم الله. أنا هناء، عندي 75 سنة، جاية النهاردة أحكي لكم حكاية ابني سامح. جاية أحكي وأنا قلبي بيتقطع من جوه على ابني. كل الناس بتدعي عليه وأنا شايفة ومتأكدة إنهم عندهم حق، بس أنا مش قادرة أدعي عليه. قلبي ما يطوعنيش، ده مهما عمل هيفضل ابني. تعالوا أحكي لكم اللي حصل. ابني سامح عنده 32 سنة، كانت ظروفه على قده زي معظم الشباب. متجوز من حنان، عندها 24 سنة، وعنده هدى وهاني. مراته حنان طيبة قوي وغلبانة، أنا فعلا بحبها. استحملته كتير وياريتها جت على قد ظروفه وبس. لا، ده طبعه كمان صعب، ضرب وشتيمة وإهانة خيانة، كل الصفات الوحشة. ما تستغربوش، هو ابني، بس بصراحة هو ما يستاهلش مراته، وهي ما تستاهلش اللي حصل لها. تعالوا كده شوفوا كان بيحصل ايه. في يوم كانت حنان بتنيم ولادها وخرجت عشان تصلي العشاء، وسامح ابني جه وقعد. وما شافها بتصلي كان هيتجنن، وعلى صوت التلفزيون على الآخر ومشغل أغاني لحد ما خلصت حنان صلاة وجت وقالت له: ايه ده؟ في ايه؟ انت مش شايفني وانا بصلي؟ ايه صوت التلفزيون ده؟ شايفك وانتي بتصلي، عايزة ايه بقى؟ يعني ايه عايزة ايه؟ مش المفروض شايفني بصلي توطي صوت الأغاني دي؟ مش عاجبك؟ روحي صلي في اي داهية تانية، انا قاعد هنا واقعد في اي حتة انا عايزها. انت جاي من بره وشايفني وانا بصلي، يعني هطلع من الصلاة؟ انت مش بتصلي ولا عايزني اصلي؟ ارحمني بقى. بقولك ايه يا ست الشيخ، يلا غوري من وشي بدل ما اقوم اوريكي شغلك. حرام عليك اللي انت بتعمله ده بدل ما تقوم تتوضى وتصلي وتخلي الولاد يشوفوك وتكون قدوة قدامهم. مفيش فايدة، الظاهر انك لازم تتمسي بعلقة زي كل يوم فعلا، وليا مهزقة. وقام سامح وضربها زي كل يوم، ودخلت حنان عند ولادها في الأوضة وقعدت جنبهم تعيط. وتاني يوم صحيت وحضرت الفطار، وصحي سامح وقال لها: ايه ده؟ انت عاملة فول بالزيت ليه؟ انت عارفة اني ما بحبوش، ما عملتوش بالسمنة ليه؟ ولا انت هتأكليني على مزاجك؟ لأ، بس انا ما كانش عندي سمنة، اعمل ايه؟ الزيت كويس. هو انت هتأكليني على مزاجك؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مفيش سمنة، انزلي خدي من عند امي، ما هي تحتيك اهي. طيب وليه بس نتقل عليها؟ ما الزيت موجود، وبعدين هات سمنة وانا اعمل لك اللي انت عايزه. اجيب او ما اجيبش انا حر، انت تحطي الجزمة في بقك وتخرسي وتعملي اللي اقولك عليه وبس. وهو ده كان وضع ابني مع مراته وولاده، على طول خناق وضرب، لدرجة ان الولاد خلاص ما بقوش يحبوا يقعدوا معاه في البيت. اول ما يجي يدخلوا اوضتهم او ينزلوا يقعدوا معايا، وكل ده وحنان مستحملة وساكتة. وفي يوم سامح نزل وقلت له: يا سامح يا ابني، من امبارح وانا سامعة صوتك وانت بتزعق لمراتك، بالراحة شوية عليها، دي مراتك غلبانة، كل يوم زعيق كده، ده حتى الجيران قربوا يشتكوا من كتر الزعيق كل يوم. ما يولعوا الجيران كلهم، انا حر في بيتي، واللي مش عاجبه يعزل.
يا ابني بالراحة، مش معقول كده. مراتك غلبانة، كفاية انها مستحملة ظروفك وساكتة. كمان عصبيتك واخلاقك دي اللي ما تعجبش حد خالص. بالراحة شوية يا ابني. هو كده، واذا كان عاجبها ولو مش عاجبها تغور هي كمان في 60 داهية. الباب يفوت جمل. يا حول الله يا رب، ربنا يهديك يا ابني. بقول لك ايه يا ماما، ما تتدخليش، انا حر في بيتي وامشيه زي ما انا عايز. ماما، انا حنان اختي وحشتني قوي، ما تيجي نكلمها تجيب الولاد وتيجي تقعد معانا شويه. وحشتني انا كمان يا بنتي، بس انا خايفة لحسن جوزها يعمل معاها مشكلة، ما انتي عارفاه. مشكله ايه بس؟ مشكله ايه اللي هيعملها؟ فيها ايه اما نكلمها عشان تيجي تقعد معانا؟ هي دي فيها حاجه غلط؟ يا بنتي ده بيحاسبها على النفس اللي بتتنفسه. بصي، ابعتي لها رسالة وقولي لها لو فاضية تجيب الولاد وتيجي تقعد معانا شوية. حاضر يا ماما. بصراحه انا مش عارفه ايه اللي يجبرها انها تعيش العيشه دي. ده بيحاسبها على كل حاجه، معيشها في رعب على طول. طب وهتعمل ايه يعني يا بنتي؟ هتتطلق يعني؟ انتي ناسية انها معاها ولد وبنت. يعني المفروض تتحمل واحد زي ده عشان العيال؟ العيال اللي بتقولي عليهم دول اكيد زمانهم كرهوه من اللي بيشوفوه منه. كفاية بقى يا بنتي الكلام ده، وجعتي قلبي. ما تقوليش قدام اختك حاجة، ويلا ابعتي الرسالة بقى وانتي ساكتة. وفعلا خديجة بعتت رسالة لأختها حنان عشان تروح تقعد معاهم شوية. وتاني يوم حنان كانت واقفة بتعمل الأكل في المطبخ، ودخل عليها سامح وقال لها: ايه يا ست هاني، كل ده بقالك ساعة في المطبخ عشان تعملي صينية مكرونة؟ امال هنطفح امتى؟ خلاص اهو، 10 دقايق ويكون الاكل جاهز. بقولك ايه يا سامح، انا خديجة اختي كلمتني وعايزاني هي وماما اروح اقعد معاهم شوية، فممكن اروح لهم بكرة. هودي الولاد المدرسة الصبح واروح اقعد معاهم شوية. ما هو كده، ما يجيلناش من ورا اهلك غير وجع الدماغ. غوري في داهية. المهم تيجي قبل ما اجي من الشغل عشان الاقي الاكل جاهز. بجد وحشتيني يا حنان قوي. يا بنتي ما ينفعش كده، احنا مش بنشوفك خالص، والولاد كمان بيوحشونا قوي. معلش يا خديجة، ما انتي عارفة الظروف، بس ان شاء الله هحاول اجي كتير. مالك يا حنان؟ ليه شكلك زعلان كده؟ في ايه يا حبيبتي؟ وايه ده؟ هو ايه اللي في ايدك ده؟ دي حرقة. ها؟ دي حرقة. اصل ما خدتش بالي وانا في المطبخ، فاتلسعت في الحلة. طول عمرك ما بتعرفيش تكدبي يا حنان. قوليلي، مين اللي عمل كده؟ في ايه يا خديجة؟ ما بتقولك انها اتلسعت في الحلة. من فضلك يا ماما، دي مش لسعة حلة. قولي يا حنان، ايه اللي حصل؟ جوزك اللي عمل كده صح؟ قولي من غير عياط، هو صح؟ أرجوكي يا خديجة، ارحميني، أنا مش ناقصة ومش مستحملة. حنان، قولي ايه اللي حصل؟ عمل فيكي ايه؟ أصلي وأنا بكويله قمصانه غصب عني لسعتله قميص، دي لسعة بسيطة قوي، فاتنرفز عليا وعمل كده. قال لي عشان تجربي وجع الحرق وما تتكررش تاني. ايه؟ ازاي؟ وانت ازاي تسكتي على الذل ده؟ ليه؟ ايه اللي مخليكي مستحملة وساكتة وقابلة الإهانة دي على نفسك؟ امال عايزاها تعمل ايه؟ تتطلق وتخرب بيتها وتشتت عيالها؟ ملكيش دعوة بيها يا حنان يا بنتي. انتي عاقلة، حافظي على بيتك وعدي. كلنا استحملنا وعدينا، هما الرجالة كده. لا طبعا يا ماما، مش كل الرجالة كده. الراجل المحترم هو اللي يحافظ على مراته ويصونها، مش اللي يعذبها ويحرقها عشان لسعت له قميص وتقولي لي تستحمل عشان ما تخربش بيتها. لا يا ماما، البيت اللي زي ده لازم يتخرب. اسكت انتي،
ايه اللي عرفك بالحاجات دي؟ اسمعي يا حنان، عيشي يا بنتي وحافظي على بيتك. انتي معاكي ولد وبنت لازم يتربوا بين ابوهم وامهم، ولا عايزة بقى اما بنتك تكبر يتقال عليها ان ابوها وامها متطلقين وما يجيلهاش عرسان؟ الكلام ده غلط يا ماما. ياما ولاد عاشوا مع اب وام منفصلين وتربوا كويس، والبنت بتتجوز عادي. اسمعي يا حنان، اللي انت فيه ده ظلم ليكي وغلط، وصدقيني مش هتقدري تستحملي كتير. وفي يوم كانت حنان بتعمل الأكل ودخل سامح عليها، وكان في منتهى العصبية، وعشان الأكل ما كانش جاهز رغم إنه جاي قبل ميعاده بساعة، مسك حنان ضربها جامد قوي لحد ما وشها ورم وجسمها جاب دم من كل حتة. فقررت تاخد هدومها وولادها وتمشي، وقالت له: أنا خلاص مش عايزة أعيش معاك تاني، كفاية بقى، كفاية ذل وإهانة. كل ده استحملته عشان ولادي، بس خلاص حتى ولادي اللي مستحملة كل القرف ده عشانهم بقوا يكرهوك ويخافوا منك، بقوا يكرهوا المكان اللي بتكون فيه. عقدتهم وكرهتهم في كل حاجة. خلاص مش عايزة العيشة دي للأسف. افتكرتك إنك ممكن تتغير وتكون إنسان كويس، لكن للأسف طول عمرك هتفضل كده. انت مش راجل. انت بتعلي صوتك عليا وكمان بتقولي ان انا مش راجل. انا بقى هوريك الرجولة. وقعد يضرب فيها لحد ما اغمى عليها من الضرب، والجيران ودوها المستشفى، ورفضت تتهمه عشان هو يرضى يطلقها، وراحت بيت امها، وهناك امها قالت لها: معلش يا حنان يا بنتي، انا بس عايزاكي تهدي كده. اهو جوزك جالك مرتين عشان يصالحك وانت اللي مرضتيش تقابليه. معلش يا بنتي، سامحي وارجعي عشان خاطر ولادك. يعني الناس هتقول ايه؟ الناس هتقول عليكي ايه بقى في سنك ده ومتطلقة وانت معاكي عيلين؟ يا ماما، يا ماما، انا استحملت كتير، وانتي اكتر واحدة عارفة انا استحملت قد ايه. قلة ادب واهانة وضرب. يا ماما، ده انا كنت كل يوم بالليل مش بعرف انام من كتر الوجع والألم اللي في جسمي من الضرب اللي بيضربهولي. ده وصلت بيه انه كان بيطفي السجاير في جسمي، وكنت بحكي لك كل حاجة وانتي تقولي لي استحملي استحملي، واستحملت بس مش قادرة خلاص. انا بنهار يا ماما وتعبت وما بقتش قادرة اتحمل ولا اتكلم اكتر من كده. ارجوكي يا ماما، انا عايزة اتطلق. انا لو فضلت معاه هموت. ارجوكي انا عايزة اتطلق. طلاق؟ طلاق ايه؟ لا، ما عندناش طلاق يا بنتي. استحملي واصبري عشان ولادك، وكمان ما هو جه اهو عشان يصالحك يا حنان. معلش، يعني شكله اتغير، اديله بس فرصة. يا ماما، بجد حرام عليكي، انتي ضغطتي على حنان قوي. صدقيني الأحسن لحنان إنها تتطلق وتيجي تعيش معانا هنا، حتى لو هي وعيالها هياكلوا عيش حاف أحسن لها من اللي هي فيه. أنا خايفة على حنان، جوزها ده ما يتعاشرش، ده ملوش أمان. صدقيني يا ماما، وبيني وبينك كده انا مستغربة وخايفة، خايفة قوي من اللي هو عمله. غريبة يجي يصالحها مرتين ويبعت مامته. انا مش مستريحة يا ماما. يا بنتي ليه؟ طب ما ممكن يكون ربنا هداه. ده انا بدعيله كل صلاة عشان اختك وعيالها. مفيش فايدة فيكي يا ماما، مش هتغيري تفكيرك ابدا. بس افتكري اني مش موافقة على اللي بيحصل ده ومش مطمنة. انا خايفة على حنان يا ماما. نورتي بيتك يا حبيبتي. شفتي البيت كان مضلم ازاي من غيرك انتي والعيال؟ حمد لله على السلامة. ايه ده؟ انت بتكلمني انا؟ اه طبعا بكلمك انتي يا حبيبتي. انا خلاص اتغيرت وحسيت بقيمتك انتي والولاد. بالسرعة دي؟ ده هو اسبوع اللي بعدت فيه عن البيت. اه طبعا، هو اسبوع ده قليل؟ ده يوم واحد يحسسني بقيمتك. يلا بقى ادخلي استريحي، ما تعمليش غدا النهارده، وانا هجيب اكل جاهز من بره. ايه ده؟ فين السكينة بتاعت اللحمة؟
أنا بحطها هنا ومش بشيلها خالص. سامح يا سامح، انت ما شفت سكينة اللحمة؟ كنت حطاها في درج المطبخ بس مش لاقياها. اصل جيت استخدمها لقيتها مش حامية، فوديتها عشان تتسن وتبقى حامية قوي. مالك يا حنان؟ هو جوزك رجع لعوايده تاني؟ هو لحق؟ ده انت لسه راجعة البيت امبارح. تصدقي لا، وده اللي مستغرباله. انا رجعت البيت امبارح وكأنه انسان اول مرة اعرفه. مش ده سامح اللي عشت معاه سنين؟ في حاجة غلط. تخيلي قبل ما تيجي النهاردة بقوله انك جاية عشان تجيبيلي حاجات نسيتها عند ماما. قال لي طبعا تشرف وتنور. فعلا غريبة، كل حاجة هتبان. امال هو فين؟ النهاردة الجمعة مفيش شغل يعني؟ ما عندوش شغل، بس نزل يجيب سكينة اللحمة من عند الراجل. اصله جه يستخدمها لقاها مش حامية فخدها عشان يسنها. سكينة اللحمة؟ غريبة دي. طب وهو ماله ومال سكينة اللحمة؟ معرفش، هو قال انها مش حامية وعايز يخليها حامية. المهم طمنيني عليك انتي، عاملة ايه في الجامعة؟ سيبك مني بس، انا كويسة. المهم انا قلقانة عليكي قوي، مش عارفة ليه مش مطمنة. اسمعي يا حنان، انا ممكن اكون اصغر منك بس صدقيني انا عارفة كتير. انا مش مطمنة من ناحية جوزك ده. عشان خاطري يا حنان تعالي معايا وهاتي الولاد، اتطلقي منه وعيشي معانا. انا قلبي مش مطمن ولا مستريح. عشان خاطري يا حنان قومي لمي هدومك وهدوم الولاد دلوقتي وتعالي معايا. ما تقعديش هنا، بلاش تباتي معاه في البيت. مالك يا خديجة؟ يعني هو اما يتغير شوية حتى لو ليومين مش مشكلة، اديني هستحمل وخلاص. وبعدين يعني هاجي معاكي واروح لماما، هتقولي الست ملهاش غير بيت جوزها وترجعني تاني، يبقى لازمتها ايه؟ خليني قاعدة وخلاص. ومشيت خديجة وفضلت حنان قاعدة، ويا ريتها ما قعدت، يا ريتها. جه سامح من بره واتغدوا، وقامت حنان خلصت المطبخ وجت عشان تصلي وابتدت تصلي، والولاد كانوا قدام التلفزيون. راح سامح جه من وراها وجاب السكينة وذبحها. أيوة، ذبحها، ذبحها وهي بتصلي قدام ولادها. تخيلوا. وعمل ايه؟ قعد يتفرج على التلفزيون. الولاد قعدوا يعيطوا ويصوتوا، وانا طلعت على الصوت وقلت له ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه اللي حصل؟ انت عملت ايه؟ في ايه؟ مش عايز وجع دماغ، قتلتها وخلصت من قرفها. منك لله، ايه اللي انت عملته ده؟ ليه؟ حرام عليك. عشان تبقى تغلط فيا كويس بقى، انا مش راجل وتسيب لي البيت وتمشي؟ طيب اديني بقى رجعتها تاني وعلمتها الادب. وتلموا الجيران وبلغوا البوليس وخدوا سامح. وهناك ام حنان واختها جم، ولما شافوا سامح امها قالت له منك لله، منك لله، عملت ايه في بنتي؟ ربنا ينتقم منك. كنت بعلمها الادب، مراتي وانا حر فيها، عشان تبقى تغلط فيا تاني وتسيب البيت. ياما قلتلك يا ماما ده انسان مش طبيعي، وقلتلك طلقيها وهي كمان قالتلك مش قادرة، وانتي برضو لأ. كل همك كلام الناس وانها ما تبقاش متطلقة وتحافظ على بيتها وولادها. طب اهي حنان راحت، بنتك راحت يا ماما، وولادها اتعقدوا خلاص ضاعوا. اما يشوفوا ابوهم بيذبح امهم كده استريحتي؟ كل الناس استريحت. ذنب حنان في رقبتك يا ماما، ذنب حنان في رقبتك. ومش ذنب حنان بس، لا، ده ذنب كل البنات اللي أهلهم كل همهم كلام الناس. ارحموا بناتكم، مش مهم كلام الناس، مش مهم أي حاجة، أهم حاجة هي حياة بنتكم. دايما نقول للست حافظي واستحملي، بس في وقت لازم نقف فيه ونشوف مصلحة بناتنا ايه قبل ما يفوت الأوان. حافظوا على بناتكم.
وبكده خلصت قصتنا، بس ما خلصتش حكاياتنا. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.